حبايبي الحلوين الطعمين، ازيكم عاملين ايه؟ والله وحشتوني كتير. طبعا احنا كلنا بنشتكي لما بنيجي نعمل عصير الخوخ، لو سيبناه في التلاجة ساعة على بعضها بيسود مننا. لا، انا جايبالك النهاردة طريقة عصير الخوخ. هتحطيه في التلاجة اسبوع ولا هيسود ولا هيتغير معاكي. بس قبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. معايا كيلو من الخوخ، انا مفرزاه بحطه في الفريزر عشان لما اجي اطلعه واقشره يبقى سهل معايا يتقشر زي كده. انا كده بعد ما غسلته نزلت التلج من عليه. شايفين القشرة سهلة معايا ازاي؟ كده القشرة بتطلع معايا في منتهى السهولة. طبعا غير اللي انت تجيبيه وتقطعيه وبعدين تعمليه في الخلاط وتصفيه، كده بياخد منك وقت ومجهود، لكن كده ديت الطريقة ديت اسهل حاجة. هعمل الكيلو بتاعي كله هتعمليه بنفس الطريقة ديت، وهتقشري القشرة اللي فوق ديت في منتهى السهولة. حبيبتي لو أول مرة تشوفيني دي قناتي طبلية وحصيلة الست منى. ما تنسينيش بقى في اللايك الجميل بتاعك واشتراك في القناة والشير عشان يوصلك كل جديد، فضلا وليس أمرا. انتي ممكن تعمليه برضو عصير بنفس الطريقة ديت وتحفظيه عندك في الفريزر يقعد معاكي من السنة للسنة. ادي كده هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة ديت. وكده بعد ما خلصنا هنشطفه شطفة بسيطة ونحطه في المصفى يتصفى شوية. وكده هنا انا هاخد واحدة واحدة واقطعها مكعبات زي كده. الغرض من التقطيع ايه؟ ان يبقى فيه حتت فاكهة كده في العصير بتاعك، يعني تحسي بطعم الفاكهة كده وانتي بتشربي زي عصير الراني بالظبط. هقطع الخوخ كده مكعبات صغيرة خالص، وبعد كده لما اجي اوصل على البذرة اقوم واخداها ومقطعة حواليها كده بالسكينة بايديا. طبعا احنا ما بنسيبش حاجة خالص. شايفين البذرة؟ تقطعي كده حواليها ويبقى سهل. مش معنى انه مجمد على فكرة يبقى صعب معاكي في التقطيع، لا سهل جدا. بتقطعيه في منتهى السهولة كمان، لان بتسيبيه يعني هو على بال ما بيتصفى كده في المصفى بيكون بيفك شوية شوية معاكي. انا قطعت شوية كده وركنته. هنا هعمل ايه بقى؟ هعمل له العسل بتاعه. العسل كأنك بتعملي شربات. كوبايتين سكر، عليهم كوبايتين مية، ونص ليمونة، وتحطيهم على البوتاجاز على بال ما يغلوا. طبعا على بال ما يغلوا على البوتاجاز اكون انا قطعت بقية الخوخ بتاعي. وهقطع الكمية كلها بالمنظر دوت لغاية ما اخلصها كلها. هنعمل ايه كده تاني؟ هتقومي واخدة بقى الخوخ بتاعك اللي انت عملتيه ونقوم نازلين بيه في العسل اللي بيغلي. نقوم مقلبين الحلويات دي كلها ببعض اللي احنا عاملينها، وعلى بال ما يغلي العصير بتاعنا اكون انا قلت عملت المكون السحري اللي هيتقل معانا العصير وفي نفس الوقت هيحتفظ بلونه، وهي معلقتين نشا. ايوه معلقتين نشا هتدوبيهم في شوية مية وتنزلي بيهم على العصير شوية بشوية وانتي بتقلبي. وده سر بقى من أسرار مصانع العصير اللي بيخلي العصير تقيل معانا كده واحنا بنشربه. هو مش معقولة يعني هيزودولنا فاكهة، لا بيحطوا النشا دوت عشان يتقل العصير. شايفين قوامه بقى ازاي؟ هسيبه يغلي غلوة كده واطفي عليه النار لغاية ما يهدى معايا خالص. وكده بعد ما هدي شوية اقوم ضرباه بالهاند بلندر، بس ما اضربوش قوي لان انا زي ما قلت لكم عايزة يبقى فيه قطع فاكهة. يا دوب ضربتين كده عشان اخلي فيه قطع. ده احلى عصير ممكن تعمليه وممكن تشربيه، واحلى من الراني كمان. وكده انا ضربته كام ضربة. شايفين العصير بقى عامل قوامه عامل ازاي ولونه وفيه قطع فاكهة ازاي. كده هنسيبه لغاية ما يبرد خالص واقوم حطاه في ازازة. طبعا هو ما بيشربش على فكرة غير لما بيسقع خالص عشان تعرفي تشربيه، لكن لو شربتيه سخن ملوش اي طعم. كده انا بعبيه في ازازة. لا طبعا مش هينفع معايا، فاقوم ماسكة الحلة واقوم حاطاه في الازازة كله زي كده. انا لسه هقعد اعمل بالكبشة وهحطه في التلاجة لغاية ما يسقع بس. شايفين لونه عامل ازاي؟ لو وصلتي لغاية هنا ما تنسينيش بقى في اللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو.
وادي كده أنا باصُبّه، شايفين نازل إزاي والقطع نازلة منه إزاي، والله أحلى عصير أنا عملته، وأفتكر كلنا بنحب الخوخ، وهيقعد عندِك في التلاجة أسبوع من غير ما يجرى له حاجة. وادي كده نهاية الفيديو، ولو عجبك بقى ما تنسينيش في اللايك وشير، وبالمرة بقى اشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبألف هنا وشفا.